وبعد أن أكملت الجزء الأول وتعلمت أن الجوع والإصرار والشجاعة هي أسس النجاح، يأتي الآن الجزء الثاني الذي سيكشف لك كيف تبني الفرص وتدير وقتك وطاقتك، وكيف تصنع عقلية المليونير. في هذا الجزء ستتعلم أن النجاح لا يقف عند حد الجوع والإرادة، بل يبدأ حقيقيا حينما تتعلم كيف تحول أفكارك وطاقتك ووقتك إلى أفعال تنتج نتائج حقيقية. سنسير خطوة خطوة في الطريق، وسنرى كيف تصنع الفرص من تجارب صغيرة، وكيف يؤثر المحيط والبيئة على نجاحك. وستتعلم كيف تدير وقتك بذكاء، وكيف ترتب أولوياتك، وكيف تسير طاقتك لتكون أكثر فعالية في كل يوم. ولا تنسى أن الرحلة لا تكمل دون الدعم والإلهام من الآخرين، فكل فكرة وكل خطوة ستتعلمها في هذا الجزء ستساعدك على تحويل أحلامك إلى واقع ملموس. ولكي تتأكد أنك لا تفوت أي جديد، لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لتصل كل فكرة وكل أسرار سنكشفها في هذا الجزء. فاستعد للبدء في رحلة أعمق، أكثر تطبيقا، وأقرب إلى النجاح. فالجزء الثاني قد بدأ. بعد أن تعلمت قوة الإصرار، يأتي العنصر الذي يعطي لهذا الإصرار معنى: الشغف. فلا يمكن أن تستمر طويلا في طريق لا تحبه. الشغف هو ذلك الصوت الداخلي الذي يدفعك لتكمل، حتى وأنت لا تجبر على ذلك، حتى وأنت لا تنتظر مقابلا فوريا. كثيرون يبحثون عن الشغف كأنه شيء سحري، ولكن الحقيقة أن الشغف لا يكتشف فقط، بل يبنى مع العمل، ومع التجربة، ومع الاستمرار. كلما تعمقت في شيء بدأت تحبه أكثر، وهنا يلتقي الشغف مع الإصرار. فالإصرار يبقيك في الطريق، والشغف يجعل الطريق أسهل. ولكن الشغف وحده لا يكفي، لأنه إذا لم يكن مقرونا بالعمل يبقى مجرد شعور. لذلك تعلم أن تحول شغفك إلى أفعال، أن تعمل كل يوم حتى لو لم تكن في أفضل حالاتك. ومع كل جهد تبذله يكبر شغفك، وتصبح أكثر ارتباطا بما تفعل. وبالتدريج تجد نفسك تعمل بحب لا بإجبار، وتستمر بحماس لا بضغط. وهنا تبدأ في تحقيق نتائج حقيقية، لأن العمل المصحوب بالشغف يكون أقوى. ولا ستأتي أيام يخفت فيها الشغف، وتشعر فيها بالفتور. في تلك اللحظات لا تنتظر أن يعود الشغف، بل ابدأ بالعمل، وسيعود الشغف معه. ومع الاستمرار ستدرك أن الشغف لم يكن بداية الطريق، بل كان نتيجة له. وفي النهاية ستفهم أن أفضل ما يمكن أن تفعله هو أن تجد شيئا تحبه وتقاتل لتنجح فيه. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل التالي، حيث سنتعلم كيف ندير وقتنا وطاقتنا بذكاء. فبعد أن وجدت شغفك وبدأت تعمل بإصرار، ستواجه حقيقة أخرى: العالم يتغير بسرعة، وإن لم تتعلم ستتوقف، وإن توقفت ستتأخر. لذلك يكون التعلم المستمر هو سلاحك الأقوى. التعلم لا يعني الدراسة التقليدية فقط، بل يعني أن تتعلم من كل شيء حولك، من تجاربك، ومن أخطائك، ومن قصص الآخرين. كل يوم يمر هو فرصة لتتعلم شيئا جديدا، وكل معلومة تكتسبها تقربك أكثر من أهدافك. وهنا يلتقي التعلم مع الشغف، فكلما تعلمت أكثر أصبحت أكثر حبا لما تفعل. ولات هناك خطأ شائع: كثيرون يتعلمون ولكنهم لا يطبقون، وبذلك تبقى المعرفة حبرا على ورق. لذلك اجعل كل ما تتعلمه مرتبطا بعمل. جرب وطبق
وحس. ومع كل تطبيق تتحول المعرفة إلى خبرة، وتصبح أقوى وأكثر جاهزية للتحديات. وبالتدريج ستصبح شخصا لا يتوقف عن التطور، تتعلم وتطبق وتتقدم. وهذا هو الفرق بين من يبقى في مكانه ومن يصنع مستقبله بنفسه. وفي النهاية ستدرك أن التعلم لم يكن خيارا، بل كان ضرورة. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل القادم، حيث سنجمع كل ما تعلمته لنبني طريقا متكاملا نحو النجاح. فبعد أن تعلمت أن تكون جائعا وتتحلى بالشجاعة وتفكر باختلاف وتتعلم باستمرار، يأتي دور خطوة مهمة. هل تنتظر الفرصة أم تصنعها؟ كثيرون يجلسون ينتظرون فرصة تغير حياتهم، ينتظرون الوقت المناسب أو الشخص المناسب أو الظروف المثالية، ولكن هذه اللحظة نادرا ما تأتي. أما الناجحون فلا ينتظرون، بل يصنعون فرصهم بأنفسهم. يرون المشكلة فرصة، ويرون التحدي بابا جديدا. وهنا يبدأ الفرق. فبناء الفرص لا يحتاج إلى موارد كبيرة، بل يحتاج إلى عقل منفتح وإرادة قوية. كل فكرة بسيطة يمكن أن تكون فرصة، وكل مشكلة تواجهها يمكن أن تكون بداية. ولكن هناك شرط واحد: أن تتحرك، لأن الفرص لا تصنع بالتفكير فقط، بل بالعمل. ومع كل محاولة تفتح لنفسك بابا جديدا، ومع كل باب تزداد فرصك. وهنا يلتقي التفكير خارج الصندوق مع التطبيق، فتصبح قادرا على رؤية ما لا يراه الآخرون وفعل ما لا يفعلون. لا تتوقع أن تنجح كل فرصة، بعضها سيفشل وبعضها سينجح، ولكن المهم أن تستمر في الصنع، لأن الفرصة التي ستغير حياتك قد تكون مختبئة في محاولة بسيطة لم تجربها بعد. وفي النهاية ستدرك أن الفرق بين الناجحين وغيرهم هو أن الأولين صنعوا فرصهم والثانيين انتظروها. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل التالي، حيث سنتعلم دور البيئة المحيطة وكيف تؤثر على رحلتك. شرطة نجمة الفصل 11: البيئة المحيطة نجمة. بعد أن تعلمت كيف تصنع الفرص بنفسك، يبقى سؤال مهم: من يحيط بك في هذه الرحلة؟ لأنك لا تعيش وحدك، ولا تتأثر بنفسك فقط. البيئة التي تعيش فيها تشكيلك كله، أفكارك وعاداتك وحتى طموحاتك. إذا كنت محاطا بأشخاص يستسلمون سريعا، ستجد نفسك تفعل مثلهم. وإذا كنت محاطا بأشخاص يسعون للنجاح، ستجد نفسك تتغير. وهنا تظهر أهمية الاختيار. اختر من يدفعك إلى الأمام، اختر من يؤمن بك ويشجعك، اختر من يتحداك لتكون أفضل. ولا يعني هذا أن تبتعد عن الجميع، بل أن تكون واعيا بتأثير من حولك. ومع الوقت ستبدأ في بناء دائرة جديدة، دائرة تشبه طموحك لا مخاوفك. وهنا يلتقي طريقك مع طرق الآخرين الذين يسعون مثلك، فتتعلم منهم ويتعلمون منك. ولكن هناك شيء مهم: أن تكون أنت أيضا بيئة إيجابية لغيرك، أن تلهم وتشجع وتساعد، لأن النجاح ليس رحلة فردية فقط. ومع البيئة الصحيحة يصبح الطريق أسهل، وتصبح التحديات أقل ثقلا، وبالتدريج تجد نفسك تنجذب إلى الأفضل.
وتبتعد عن السلبية دون جهد كبير. وفي النهاية ستدرك أنك لم تكن وحدك في هذه الرحلة، بل كنت جزءا من بيئة ساعدتك على النجاح. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل القادم، حيث سنتعلم كيف ندير وقتنا وطاقتنا لنحقق أقصى استفادة. فبعد أن تعلمت كيف تختار بيئتك وتحيط نفسك بمن يدفعك للأمام، يأتي أحد أهم الأسرار: كيف تدير وقتك وطاقتك؟ فالكل يملك نفس الساعات في اليوم، ولكن الفرق في كيف يستخدمها كل شخص. كثيرون يشتكون من قلة الوقت، ولكن الحقيقة أنهم لا يديرون وقتهم بشكل صحيح. إدارة الوقت لا تعني أن تعمل أكثر، بل أن تعمل بذكاء أكثر. أن تعرف ما الذي يستحق وقتك وما لا يستحق. أن تركز على الأشياء التي تقربك من أهدافك. وهنا تظهر أهمية الأولوية، فليس كل ما هو مهم مستعجل، وليس كل ما هو مستعجل مهما. تعلم أن تقول لا للأشياء التي تضيع وقتك دون فائدة. ومع إدارة الوقت يأتي دور الطاقة، لأنك قد تملك الوقت ولكن لا تملك الطاقة. لذلك اهتم بنومك وصحتك وحالتك النفسية، فهي ما يحدد قدرتك على العمل. واعمل في الأوقات التي تكون فيها في أعلى طاقتك، واترك المهام البسيطة للأوقات الأقل نشاطا. ومع التنظيم ستصبح أكثر إنجازا في وقت أقل، وتشعر بالسيطرة على يومك. وهنا يلتقي الوقت مع الشغف والإصرار، فتصبح كل ساعة تقضيها خطوة نحو حلمك. ولكن إذا أهملت هذا الجانب ستجد نفسك مشغولا دون أن تتقدم. لذلك لا تدع وقتك يديرك، بل أنت من يديره. وفي النهاية ستدرك أن النجاح لا يأتي من كثرة العمل، بل من حسن إدارته. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل التالي، حيث سندخل إلى عمق العقلية التي تصنع النجاح. بعد أن أصبح لديك نظام في الوقت وتحكم في طاقتك، يبقى العنصر الأعمق: عقليتك. فليس ما تفعله فقط هو ما يحدد نجاحك، بل كيف تفكر. عقلية المليونير تبدأ من داخلك، من طريقتك في رؤية نفسك ورؤية العالم. الشخص العادي يرى المشكلة عقبة، أما صاحب عقلية المليونير فيراها فرصة. الشخص العادي يخاف من الفشل، أما الناجح فيستخدمه كدرس. وهنا يكمن الفرق الحقيقي. عقلية المليونير تعني أن تتحمل المسؤولية، ألا تلوم الظروف أو الآخرين، بل تبحث دائما عما يمكنك فعله. تعني أيضا أن تفكر على المدى الطويل، أن تضحي اليوم من أجل غد أفضل. ومع هذه العقلية تتغير قراراتك وتتغير أفعالك، وبالتالي تتغير نتائجك. ولكن هذه العقلية لا تبنى في يوم واحد، بل تبنى مع كل تجربة وكل قرار وكل تحدي. وهنا يلتقي كل ما تعلمته: الجوع والشجاعة والتفكير المختلف والإصرار والتعلم، فيتحول كل ذلك إلى عقلية متكاملة. وبالتدريج تجد نفسك تفكر بشكل مختلف عن الأغلبية، وترى ما لا يرون، وتفعل ما لا يفعلون. وفي النهاية ستدرك أن النجاح لم يكن حظا، بل نتيجة لطريقة تفكير مختلفة. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل القادم، حيث سنتعلم كيف نحول أفكارنا إلى واقع ملموس. بعد أن بنيت عقلية قوية وتعلمت كيف تفكر كناجح، يبقى السؤال الأهم:
كيف تحول أفكارك إلى واقع؟ فالأفكار وحدها لا تكفي. مهما كانت عظيمة ستبقى مجرد أفكار إن لم تنفذ. كثيرون يملكون أفكارا رائعة ولكنهم لا يتخذون الخطوة الأولى، فتظل أحلامهم معلقة في عقولهم. أما الناجحون فيبدأون ولو بخطوة صغيرة. تحويل الفكرة إلى واقع يبدأ قرار بأن تحاول وأن تخاطر وأن تتحمل النتيجة. ثم يأتي دور التخطيط، أن تقسم فكرتك إلى خطوات صغيرة، خطوات يمكنك تنفيذها يوما بعد يوم، ومع كل خطوة تقترب أكثر من تحقيقها. ولات ستواجه عقبات وستقابل شكوكا منك ومن الآخرين. وهنا يأتي دور كل ما تعلمته: الإصرار والشغف والمخاطرة والعقلية القوية، فهي ما سيبقيك في الطريق. ومع الاستمرار ستبدأ في رؤية نتائج ربما تكون صغيرة في البداية ولكنها حقيقية، وهذا ما سيعطيك دفعة للاستمرار. وبالتدريج تتحول الفكرة إلى مشروع، ويتحول المشروع إلى نتائج، وهنا تدرك أن ما كان مجرد حلم أصبح واقعا تعيشه. وفي النهاية ستفهم أن الفرق بين من يحلم ومن يحقق هو العمل. وهذا ما سيقودنا إلى الفصل الأخير، حيث سنضع كل هذه القطع معا لنصل إلى الصورة الكاملة. فبعد كل ما مررت به في هذه الرحلة يأتي الوقت لترى الصورة الكاملة، لتدرك أن كل فصل لم يكن منفصلا، بل كان جزءا من نظام متكامل. الجوع كان البداية، والشجاعة أعطتك القوة لتبدأ، والتفكير المختلف فتح لك أبوابا جديدة، والبداية من الصفر علمتك التواضع والصبر، والفشل علمك الدروس التي لا تعلمها الكتب، والمخاطرة جعلتك تتحرك، والإصرار جعلك لا تتوقف، والشغف أعطاك الطاقة، والتعلم أعطاك الأدوات، وبناء الفرص فتح لك الطرق، والبيئة الصحيحة دعمك، وإدارة الوقت والطاقة جعلتك أكثر فعالية، وعقلية المليونير غيرت طريقة تفكيرك. وأخيرا تحويل الأفكار إلى واقع جعل كل شيء حقيقيا. وهنا تفهم أن النجاح لم يكن خطوة واحدة، بل كان رحلة كاملة، رحلة تبدأ بفكرة وتنتهي بواقع. ولكن الحقيقة الأجمل أنها لا تنتهي أبدا، فكلما وصلت ستبدأ رحلة جديدة، وكلما نجحت ستطمح للأكثر. وهذا هو سر الحياة، ليس في الوصول فقط بل في السعي المستمر. فإذا كنت قد بدأت هذه الرحلة فأنت على الطريق الصحيح، وإذا لم تبدأ بعد فالآن هو أفضل وقت. وتذكر دائما: ابق جائعا وابق غبيا. وأنت تقرأ هذه السطور أدرك أن الرحلة لم تكن لتنتهي بقراءة كتاب فقط، بل كل ما فعلته هو تجميع أدوات لتبني بها حياتك. كل فصل، كل فكرة، كل تجربة كانت حبة تزرع في حقل طموحاتك. والآن حينما تفكر بما سلمناه إليك فإن حقيقة النجاح تبدأ من هنا. تذكر أن تظل جائعا، تطلب أكثر، وغبيا، لتسمح لنفسك أن تتعلم دائما. وأنت تسير في الطريق ستجد أن كل ما تعلمته قد صار أساسا لتحقيق أحلامك. ولا تنسى أن الرحلة لا تكملها وحدك، احط نفسك بمن يلهمونك ويدفعونك للأمام. فالقوة في الدوائر الإيجابية، والأفكار في العقل المليئة بالشغف. وهنا أدعوك لخطوة صغيرة ولكنها مهمة،
اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتصل كل جديد من الحكم والأفكار التي ستحرك رحلتك. فكل يوم هو فرصة لتكون أفضل، وكل تجربة هي سلم تصعد بك نحو أهدافك. ولا تخف من الفشل، فهو درس وطريق لتعلم أكثر. وأخيرا، تذكر أن النجاح لا يقاس بما تملكه، بل بما أنت عليه. كل فكرة، كل عمل، كل تجربة تقربك أكثر من نسخة أفضل من نفسك. إذن، اكتب وتعلم واستمر، ودع هذه الرحلة تكون بداية لكل نجاح مقبل. وتذكر، ابق جائعا وابق غبيا، وستصل لما كنت تحلم به.